السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني قوي قوي من اخر فيديو. النهارده بقى جالكم روتين جديد وفيديو جديد ويوم جديد باذن الله، ان شاء الله يكون كله خير وطاقة كده وتفاؤل. روتين النهارده بدأ من بعد الفطار، يعني من وقت الغدا. قمنا الصبح بقى فطرنا وشربنا الشاي وغسلت المواعين من بعد الفطار. وانا اصلا كنت منضفه المطبخ من امبارح بالليل، يعني مظبطاه على الاخر. فقلت بقى عشان ايه ادخل كده اعمل على طول الغدا، وهنعمل مع بعض كذا حاجه كده، يبقى المطبخ بتاعي رايق ومفيهوش بقى ايه اي كركبه ولا حاجه. روتين النهارده يعني هيديكي كده باور ونشاط، روتين تشجيع، يعني هتقومي تخلصي كل اللي وراكي. يلا بينا بقى نبدأ الفيديو. ولو أول مرة تشوفيني، انزلي تحت اعملي اشتراك بسرعة للقناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي بنزلها. وعايزة بقى لايكات كتير وكومنتات كده، انتوا ما تعرفوش بجد كومنتاتكم بتفرح قلبي ازاي. يلا بينا نبدأ الفيديو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة بقى هنعمل الغدا سمك ورز كده وسلطة يعني. طبعا الاكله دي العشق بجد، يعني بحبها قوي. انا ما كانش في بالي خالص ان انا اعمل سمك. امبارح نزلت بالليل اشتري حاجات، لقيت الراجل بتاع السمك عنده سمك يعني شكله كده ايه يعني منور كده، فايه يعني زغل عيني بصراحه. فرحت ايه راح بقى ايه جايبه 3 سمكات بولتي كده. شايفين ما شاء الله يعني حجمهم حلو. البولتي كان الكيلو ب85، وخد تنظيف على الكيلو 5 جنيه. يعني الكيلو واقف ب90 جنيه، ودول حوالي مثلا كيلو ونص كده، كانوا ب135. هما كيلو ونص بس. فقلت ان شاء الله يعني بكرة هعمل السمك على النهاردة يعني. ما رضيتش بقى احطه في الفريزر وكده، مبحبش بصراحة ان السمك يتحط في الفريزر، بحب اعمله على طول كده طازة. فطبعا يعني السمك ده بقى ايه يعني العشق بجد، لو كلت كل يوم سمك مش هزهق منه. فقلت تغيير بقى وكده عن يعني ما بنعملوش غير كل فين وفين. فقلت بقى كده ايه اعملهم مع حبة رز وسلطة وسلطة طحينة. هنا بصوا زي ما انا قلت لكم ان انا نضفته، يعني الراجل نضفهولي، فبصراحة يعني كان نضيف. انا برضو بقى لازم اعيد عليه وانضفه كويس. فلقيته يعني بجد يعني نضيف، مش مستاهل ايه يعني، ما تعبنيش خالص. شايفين بقى يعني اهم حاجة لما تيجي تشتري السمك، تشتري السمك اللي هو ايه غشيمه من جوه كده حمرا، بيبقى حلو ومعسل يعني في الاكل، بيبقى طعمه جميل بصراحة. بس وفضلت بقى ايه اعيد عليه كده في التنظيف. شلت بقى الديل بتاعه، وقلت برضو اعيد عليه كده بالسكينة لو في قشرة او حاجة. بس بصراحة ما لقيتش قشر بس لازم برضو ايه لازم اعيد عليه، يعني عشان بيبقى فيه برضو من الحتة اللي تحت بيبقى فيها دم وكده. واغسل الراس بتاعته كويس. لازم لازم اغسل السمك كويس عشان ما يبقاش بقى فيه ريحة مش حلوة وانت بتقليه. اهم حاجة تغسليه كويس ونقعته بقى بحبة ملح كده وليمون، بيشيلوا منه اي زفارة خالص. يعني اهم حاجة انا عندي في اللحوم والاسماك وكده يكونوا متنضفين كويس، ويكون ما يفهمش ريحة اي زفارة ولا اي حاجة، علشان بجد الحاجة تطلع نتيجتها حلوة وتبقي تاكليها بنفس كده. احنا بقى صحينا الصبح، فطرنا كده فطرانين متأخر، كانت حوالي الساعة 12 يعني 12 واحدة كده. فكنا شبعانين، فبدأت في الغدا متأخر شوية. يعني الأول قمت غسلت السمك، قلت عشان اسيبه بقى ايه براحته كده في الملح والليمون، عشان يعني يلحق يقعد في الملح والليمون شوية، وبعد كده ايه يقعد في التتبيلة بتاعته شوية عشان ايه يبقى طعمه حلو. فما كناش بقى جعانين، يعني متغدين متأخر، كانت الساعة حوالي 6:30 كده. فايه عملت الغدا ايه براحتي، كان المطبخ بصراحة نظيف. هي الشقة مش احسن حاجة، مروقاها كده من فوق الوش، بس ان شاء الله بقى هنبدأ في تنظيفات الخريف. لازم بقى كده ايه يعني ناوية كده ان شاء الله امسك الشقة كلها ايه تتظبط من الالف للياء زي ما بيقولوا، علشان ايه يعني حالتها مش احسن حاجة. فلازم ايه اعملها ان شاء الله الايام اللي جاية دي باذن الله. وهشاركها معاكم برضو، هننزل روتينات الخريف، وعشان نشجع كده ونبقى ايه داخلين كده في فصل
يكون ايه يعني كل سنة وانتم طيبين. النهاردة اخر يوم في الصيف خلاص، وان شاء الله بكرة هيبدأ فصل الخريف، فلازم بقى ايه ننضف كده عشان ايه الشقة تبقى نظيفة. واحنا ما بنبطلش تنظيف، بس برضو ايه يعني لازم كده ايه من فترة للتانية نبدأ تنظيفات عميقة للشقة كلها، عشان اما نيجي نروق كده اللي هو الترويق العادي ما يبقاش ايه مثلا يبقى الحاجة تقيلة علينا او متكومة علينا. وكمان اما اقل مجهود في الشقة نحس ان هي نظيفة اما بنعمل التنظيفات العميقة دي. هنا بقى كنت خلاص غسلت السمك كويس، وغسلت بقى الحوض كده صبنته عشان طبعا مطرح الزفارة، والسكينة والمقص لازم اول باول اغسل كل حاجة من ورايا عشان ايه ما المطبخ المواعين ما تتكومش على بعضها. زي ما بقولكوا كل مرة لازم ايدك تبقى في المواعين، ما تكوميش المواعين عشان المواعين لو اتكومت تحس ان هي ايه حاجة على حاجة هتحس بكم مواعين. فانت اول باول كده وانت واقفة بتعملي الاكل تغسلي المواعين على طول. وهنا بقى زي ما انتوا شايفين نقعته بقى في المية والملح، خليه بقى شوية كده في المية والملح عشان ايه لو في اي حاجة مش حلوة يروح المية والملح تنزلها يعني في المية. وهنا بقى هنعمل الصابون السائل، كان خلص خلاص، الازازة اللي انا كنت جايباها خلصت. كنت جايبة بقى اللي هو الكيس اللي بيتعمل في البيت ده، قلت برضو نعمله كده عشان ايه ما عنديش صابون يعني، كان خلاص حبة صغيرين خالص، وقلت عمال ما اعمل ده كده ويتعمل يكون ايه استخدمه على طول يعني ان شاء الله. هنا ده الصابون ده بصراحة حلو قوي، وكمان لو عايزين تشوفوا الطريقة بتاعته كاملة وكده هتلاقوا برضو فيديو على على القناة في طريقة عمل الصابون السائل. هو الكيس ده بحوالي 27 جنيه 28 جنيه مش فاكرة، هو ب27 بيعمل 8 لتر، في منه الكيس الكبير ومنه الكيس الصغير بتزوديه بمية عادي زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة الاول بقلبه بالمضرب، وبعد كده بقى هنزل عليه بالمية. انا ما بحطش ال8 لتر مية كلهم يعني، بحط حوالي 7 كده 7.5، علشان ايه ما يبقاش خفيف قوي. اهم حاجة كمان عشان ينجح معاك الصابون ده تقلبي المكونات كويس جدا جدا جدا، عشان ما يبقاش الصابون مترسب من تحت مكلكع من تحت ومن فوق خفيف. فانت تقلبي كويس جدا يعني، تقلبي على طول على طول، تحطي مية وايدك فيه على طول تقلبي. شايفين الرغوة بتاعته يعني ما شاء الله حلوة من قبل اصلا ما يتعمل. انت بتعمليه كده بتقلبيه، تحطي المقدار بتاع المية بتاعك وتسيبيه بقى حوالي ساعتين 3 كده لحد ما يتفاعل مع بعضه، وتصبيه بقى في الجراكن بتاعتك عادي خالص. بصوا شايفين هنا بعد ما اتعمل بعد ساعتين بوريكم بصوا تقيل ازاي وما شاء الله جميل. وريحته كمان حلوة، في منه اللي هو بالليمون ده وفي منه اللي هو الازرق العادي. فعملته وخلاص يعني بوريكم لسه بقى ايه ما صبناهوش في الجيركن. قلت بقى اعمل كده التتبيله بتاعه السمك، كان خلاص بقى قعد وقت حبه حلوين يعني في الميه. هنعمل بقى التتبيله على طول عشان ايه نتبل السمك. هنا حطيت فلفلايه خضراء وفلفل برضو احمر. لو عايزه تحطي فلفل اللي هو الالوان الاحمر العادي عشان ما يبقاش حامي يعني لو انتوا مش بتحبوا السبايسي، ولو عايزه سبايسي بقى تحطي اللي هو الفلفل الحامي اللي هو الاحمر برضو. انا بحب بصراحه احط فيه فلفل احمر عشان ايه بيدي التتبيله لون حلو كده. وحطيت طبعا كام فص توم كده حبة حلوين وحبة ملح وحبة كمون. هنا بقى كانت الليمونة حطها في المية، انا ما كانش عندي ليمون من تحت، كان ده ليمون في الفريزر، فطلعت ليمونة وكنت سايباها ايه تفك في المية. قلت عقبال ما اضربها يعني في الكبة يكون الليمونة فكت. انا كانت الدقة عندي خلصت، فقلت كده ان شاء الله اما الفلفل يعني يرخص شوية هجيب بقى حبة كده ونعملهم دقة. بجد بتنفع يعني كنز في البيت، بتعملي بيها كل حاجة، بتنفعني في كل حاجة بصراحة. بتنجان مخلي السمك زي كده مثلا تخليه طماطم اي حاجة، بجد بتنفع قوي الدقة دي. وساعات بحطها على الاكل برضو بتدي نفس حلو قوي للاكل وتبقى طعمها حلو. فان شاء الله اما الفلفل كده يرخص باذن الله يعني هعمل حبة. هنا كانت خلاص الليمونة فكت وعصرتها بقى على على التتبيلة بتاعة السمك، وحطيت طبعا حبة خل، حطينا ملح وخل وكمون. انا هنا بقى كده هقطع السمك
علشان ايه تبقى التتبيله فيها كله. واهم حاجه يا جماعه برضو بعد ما السمك اتنقع وشطفته من الميه تاني عشان طبعا مطرح الملح وكده، فخليته بقى يتصفى خالص، حطيته في مصفى يتصفى علشان اي ميه فيه تنزل. وكمان بنشفه من جوه بالمناديل، مناديل المطبخ، عشان ايه اضمن ان ميبقاش فيه اي حاجه خالص جوه السمك ويبقى نضيف زي الفل كده. وهنقطعه بقى ونحط فيه التتبيله من جوه ومن بره كده عشان يبقى اللحم بتاع السمك شارب من التتبيله. ولو لسه بقى بتتفرجي على الفيديو لحد دلوقتي ما تنسيش بقى تعملي لايك للفيديو كده، وعايزاه بقى تشجيع جامد، وعايزه كومنتات كده، عايزه الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. شيروا الفيديو كده ان شاء الله، لو عجبك تشيريه لحبايبك ولاصحابك ولقرايبك علشان عيلتنا تكبر اكتر واكتر ان شاء الله. ويشرفني طبعا متابعتك لقناتي، ده شرف بجد ليا كبير وبيفرح قلبي. فشجعوني كده طبعا باللايكات والكومنتات الحلوه زي قلوبكم. هنا بصوا شايفين اهو تبلت السمك كويس. وبحب بسيبه في التتبيله حوالي ساعه كده، ساعتين، زي بقى ما تيجي كده بجد. كل ما تسيبيه كل ما التتبيله بتاعته يشرب من التتبيله كده ويبقى طعمه حلو، ويبقى اللحم طعمه متبل، ويبقى طعمه يديك يعني نتيجه حلوه. فبسيبه بقى براحته كده شويه. هنا بقى بمسح الرخامه مطرح الدقه وكده عشان كان واقع عليها دقه، فمسحتها كويس. لازم ايه يبقى المكان حواليها نضيف علشان ايه يعني احافظ على المطبخ عشان لسه منضفاه، فلازم ايدي تبقى فيه على طول يعني. وهنا بقى هنعمل طبعا سلطة الطحينة سمك، يعني سلطة الطحينة. حطيت بقى الطحينة كده بحبة ملح وحبة فلفل وحبة كمون وحبة شطة. حطيت بقى حبة توابل حلوين كده، وطبعا حبة خل وزيت. هقلبهم بقى كده تقليبة على طول قبل ما احط المية. انا بعمل الطحينة هنا بالمية السخنة. هي ممكن تعملي عادي بمية سخنة ومية عادي يعني، بس انا متعودة ان انا اعملها بمية سخنة، فبصراحة ما جربتهاش خالص ان انا اعملها ايه بمية عادية. مية دافية كده بعملها وبتبقى معايا حلوة يعني. فانا في ناس بتعملها عادي بمية، يعني مية من الحنفية عادي، وبتطلع معاهم حلوة برضو. فدي تنفع ودي هتنفع، شوفي انت ايه اللي متعودة عليه والطريقة اللي تعجبك يعني اعمليها. هنا بقى بحب اعملها يعني وكده عشان ايه تلحق تبرد واحطها في التلاجة شوية عشان بتبقى حلوة بصراحة ما بتبقى ساقعة كده. هعمل طبعا بقى ايه الرز بتاع السمك. خرط بقى بصلاية حلوة كده. وانتوا قولولي بقى ايه يعني نضفتوا كده تنظيفات المدارس بقى، تنظيفة المدارس كده وتنظيفة الخريف، تحسوا ان الجو خلاص ريحته كده ريحة مدارس. فكل سنة كده وانتوا طيبين، وربنا يقويكوا كده، وان شاء الله ربنا يجعلها سنة سعيدة على الجميع، وربنا يفرح قلوبكم بولادكم امين يا رب. ويقويكوا بقى على الايام يعني الصعبة دي. فخير بإذن الله. شاركوني كده رأيكم بقى وقولولي ايه عملتوا ايه في الشقة قبل المدارس كده عشان تبقوا فاضيين ورايقين كده، ميبقاش وراكوا اي حمل يعني تقيل في الشقة وتفضوا بقى للي وراكوا. فقولولي رأيكم يعني، قولولي انتوا وصلتوا لحد فين، طمنونا عليكم. واللي ما خلصتش يعني ان شاء الله كده تشجع وتقوم تخلص اللي وراها. وباذن الله هنزل لكم روتينات الخريف علشان بقى ايه يعني اشجع نفسي كده واشجعكم، وان شاء الله كده ايه نخلص على خير باذن الله. هنا بقى حطيت البصل على النار. هخليه بقى ايه لونه اللي هو يبقى غامق، ما يتحرقش قوي بس يبقى لونه غامق شويه عشان ايه يدي الرز اللون اللي هو البني. قلت بقى طبعا كده ايه وهو البصل على النار اعمل حبة سلطة. طبعا لازم بقى السلطة جنب السمك كده. انا بصراحة يعني الايام دي مهملة خالص في موضوع السلطة ده، مش بعمل سلطة خالص بقالي كتير جدا ما عملت السلطة. فلازم بقى قلت ان شاء الله يعني اخليها ايه عادة كده في يوم باذن الله. يعني حتى لو عملتها مرتين تلاتة في الاسبوع يبقى كويس، لان انا ما بعملش سلطة خالص. فبستسهل بصراحة المخلل، فقلت لا لازم بقى ايه نعمل سلطة كده.
هو طبق السلطة دلوقتي بقى غالي، بس مش مشكلة يعني نستخدم كميات قليلة في السلطة، بس يبقى ايه بناكل يعني سلطة وخضروات وكده، عشان ايه يعني بصراحة لازم الخضار في يومنا، وعشان يدينا يعني فايدة كده وفيتامينات وبتاع. قولولي الطماطم وصلت عندكم يعني سعر كام؟ هي نزلت شوية يعني بقى عندنا ب17 جنيه، بس نقيت منها بالعافية، ما مش حلوة خالص، نقيت منها بالعافية. بيقولوا ان شاء الله كده الخضار هيرخص الايام اللي جاية، فخير باذن الله ان شاء الله كده الدنيا تروق كده والخضار ينزل شوية، عشان انا عايزة كمان اعمل صلصة، لان خلاص الصلصة اللي كانت عندي في الفريزر كلها خلصت، فعايزاها بقى ايه يعني تبتدي كده ان هي تنزل شوية، عشان الواحد يعرف يجيب حبة ويخزنهم في الفريزر. بصراحة بتنفع، انا لسه برضه خلصانة من عندي، فايه ان شاء الله كده سعرها ينزل شوية عشان الواحد يعرف يخزن حبة. بصراحة الصلصة في الفريزر ما يعني مستغناش عنها، لازم تكون عندي، بس انا عشان الفريزر عندي مش كبير، يعني ما بلحق يعني ما بعرفش احوش صلصة يعني حبة حلوين، فبستخدم على قد الفريزر اللي عندي. فكانت خلصت بقى، فربنا يسهل كده ان شاء الله وترخص كده ونعمل حبة. هنا بصوا كان خلاص البصلة خلاص اتحمرت، ونزلت عليها بالرز. انا حطيت كوبايتين من المية، قلت ما كترش ميه عشان ايه اشوف لو احتاجت بعد ما احط الرز احط، بس ما احتاجتش، طلع المقدار يعني كويس. هسيب بقى كده، انا عملت الرز هخليه بقى يستوي براحته عقبال ما اقلي السمك يكون الرز استوى. هنا بقى حطيت حبة دقيق في شنطة كده، انا الطريقة دي حلوة قوي بالنسبة لي، بحط في شنطة فيها الدقيق واحط فيها السمك، ما بيبهدلش بقى حواليا او اي حاجة خالص غير الطبق. يعني الشنطة دي اللي ما جربش الشنطة فاتوا كتير بصراحة، يعني ما بتبهدليش الدنيا حواليك او كده. وتقفلي الشنطة تاني تربطيها، وبتدي السمك مثلا لما تيجي تعملي تاني سمك تستخدميه. بس اوعي تتلخبطي وتلخبطي ده بده عشان ايه يعني ممكن تنسي ان انت مش عامله فيه سمك، فحاولي بقى تعلميه باي حاجه، تحطيه مثلا تكتبي عليها اي حاجه عشان ايه ما تتلخبطيش. بس وهنا طبعا حطيت بقى حبه زيت كده حلوين في الطاسه، ونزلت بيهم بالسمك بقى، خليه ايه يستوي براحته ويديني اللون اللي هو الذهبي كده، عشان ايه يبقى لونه حلو، وكمان يبقى يعني يستوى من جوه. بس قلنا النهارده بقى كده نغير ونعمل سمك كده ورز، بجد يعني انا بحب السمك قوي. قلنا تغيير بقى، عملنا هو اكلتنا النهارده بسرعه كده، وما تعبناش ولا في اي مجهود، طالما انت كده مظبطه دنيتك. انا بحب بصراحه زي ما انتوا عارفين ان انا بخلص مطبخي من بالليل علشان اعمل الفطار بنفسي كده، والغدا برضو بنفس. بس برضو بعد الاكل بقى طبعا مواعين الاكل، ومخلصتش بقى كل المواعين وانا بعمل الاكل عشان كنت خلاص اتزنقت بقى في الاخر. فايه بدأت ان انا اعمل اكل على طول على طول كده، وقلت بقى ايه بعد كده بقى ادخل اعمل المطبخ. بصوا شايفين بقى هو ده اللون اللي انا بحبه بصراحة في السمك، ما بحبوش اغمق من كده ولا افتح، عشان ايه يبقى مستوي، عشان اهم حاجة ال- السمك يبقى مستوي كويس، عشان لو ني فالدنيا هتبوظ خالص، ولازم يبقى مستوي. وهنا كنت خلاص قليت السمكتين، وحطيت بقى السمكة دي كده تتقلي. وطبعا بصوا السلطة بقى كنت مخرطاها وبس، ما حطيتش عليها البصل، قلت بقى احط عليها البصل في الاخر واتبلها كده ايه في وقت الغدا، علشان ايه تبقى حلوة يعني. وطبعا جرجيت بقى مع السمك اي حاجة خضرة كده. والف هنا وشفا، ويا رب يكون روتين النهاردة عجبكم.